انت عايش علشان مين؟ عارف، في ناس كتير قوي حياتها كلها ماشية على فكرة واحدة بس، ان الناس هتقول وهتفتكر عنها ايه، تلبس ايه، وبيتكلم ازاي، ويسكت ازاي، ويخبي عن نفسه حاجات كتير قوي علشان بس ان الناس ترتاح. والغريب هنا ان الموضوع بيبدأ من واحنا صغيرين جدا، لما كنا نسمع كلمة خلي الناس تحبك وما تزعلش حد وخليك مؤدب، فواحدة واحدة بدأت تربط قيمتك برضا الناس عنك. وانا بصراحة اخدت وقت طويل قوي علشان افهم الكلام ده، ان في فرق كبير بين انك تبقى شخص محترم وبين انك تعيش طول الوقت بتحاول تكسب قبول الناس. لان استنزافك الحقيقي انك تفضل مراقب نفسك، وانك قلت ايه وعملت ايه وشكلك كان عامل ازاي في اي موقف، والناس فهمتك صح ولا لا، وانك تعيش طول الوقت حاسس انك تحت تقييم، وده مرهق جدا ليك. واوقات بتوصل لمرحلة انت حتى ما تعرفش انت فعلا عايز ايه، لانك متعود تسأل نفسك الناس عايزة منك ايه. واعتقد ان من اصعب حاجات فعلا انك تحس انك محتاج موافقة للناس عشان تحس بس بالكفاية، مع ان الحقيقة مهما حاولت مش كل الناس هتحبك، وده عادي جدا. الحكاية كاملة على القناة.